الطن من الأسلحة التي ذهبت إلى سوريا؟ من الذي أرسلها؟ الإرهاب ليس هو الأساس، الصراع القبلي والزعامة القبلية هي الأساس. ربما اقدام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أو ما يسمى بالأمير الوالد عندما حاول أن يؤسس زعامة لقبيلة تميم، وهي قبيلة كبرى تمتد في الشام وفي العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل الأنحاء، عندما أراد أن يتزعم هذه القبيلة وأن يجعلها يعني في مواجهة قبيلة عنزة بالتحديد، وصالح بين شقيها أو فرعيها السني والشيعي، وهذا كان إنجازا كبيرا من منظوره. هذا هو أساس الخلاف، ومن يقول غير ذلك يغالط نفسه. السعودية وقطر كانوا في معسكر واحد في سوريا وفي العراق. الزعامة هو الصراع على الزعامة ربما يكون هو الذي فجر هذه الأزمة. على أي حال يعني نحن نتحدث هنا كمحللين وليس كطرف في هذا الصراع على الإطلاق. المشكلة الآن تسير بشكل متسارع نحو المواجهة العسكرية. فشل الحصار يعني اتخاذ قرارات أخرى، ربما القرار الوشيك هو تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، ربما المسألة الثانية هي